وجينا لنقطة مهمة جدا يا شباب، متكررة في أكتر من موضع في مناهجنا التعليمية، وللأسف الطالب لو ما تأسست فيها في المرحلة الإعدادية بيطلع المرحلة الثانوية مش عارف الألف من كوز الذرة، بيلخبط الاتنين في بعض، ما بيبقاش فاهم يعني إيه ضمير فاعل ويعني إيه ضمير مفعول للأسف. فحضرتك الدرس ده مهم جدا ليك علشان لما تطلع ثانوي يبقى الأمور بالنسبة لك سهلة. وحتى لو انت طالب ثانوي فالفيديو ده برضو ليك، لان اوريدي احنا عندنا بعض القصور اللي حصلت عندنا في المرحله الاعداديه، فطالعين ببعض المشاكل للمرحله الثانويه. فخلينا نفتكر كده مع بعض ايه هي ضمائر الفاعل وايه هي ضمائر المفعول. وطبعا واحد يجي يقول لي يا مستر انت هتشرح لنا الضمائر ما احنا كلنا حافظينها. لا يا بطل، في طالب في ثالثه ثانوي للاسف مش حافظ ايه هي ضمائر الفاعل وايه هي ضمائر المفعول. تعال بس نراجع مع بعض الاول يعني ايه ضمير. مبدئيا يا حبايبي ضمير الفاعل ده بيحل محل الاسم. يعني ايه بيحل محل الاسم؟ يبقى خليك فاكر اول كلمه قلناها اهو، ضمير بيحل محل اسم. يعني بدل ما هاجي اكتب مثلا جمل بتبدا باحمد، احمد عايز اقول احمد ذهب، احمد اشترى، احمد اكل، احمد نام، احمد كتب، بدل ما اقعد اقول احمد 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 كل شويه، انا بشيل احمد ده واحط مكانه ضمير شخصي. يبقى الضمائر الشخصيه يا حبايبي بتحل محل الاسماء. كلنا حافظين ان احمد ده ممكن اشيله واحط مكانه هي. طيب لو عندي بنوته اسمها مثلا هبه، عايز اشيل هبه واحط مكانها ضمير، احط مكانها شي. طيب لو عندي احمد وهبه وعايز اشيل الاثنين واحط مكانهم ضمير، بدانا نتلخبط هنحط ذي. طب لو عندي القلم ده معناه بن، طب عايز اشيل كلمه بن واحط مكانها ضمير، يبقى الضمير بتاعها ات. طيب عندي قلمين اهم، عايز اشيل التو بنز دول واحط مكانهم ضمير. للاسف معظمكم هيرد عليا دلوقتي ايوه، اقول لك بقى انت قلت ايه من غير ما انت تقول اهو، انت قلت لي اتس. غلط حبايبي، الاثنين دول اقول عليهم ذي، يبقى ذي دي معناها هم للعقل وغير العقل. عشان كده بقول لك يا بطل الضمائر الشخصيه درس مهم جدا. تعال نشوف بس كده ونراجع الاول احنا الجمله بتاعتنا بتبدا بايه. الجمله في الانجليزي يا حبايبي علشان نفتكر كده مع بعض بتبدا بحاجه اسمها السبجكت. السبجكت ده حبايبي اللي هو الفاعل. سبجكت ده الفاعل. طيب وبعد السبجكت رقم 2 عندي في الجمله، يبقى رقم 1 هنا يا شباب هنسميه السبجكت اللي هو الفاعل. طب رقم 2 رمانة الميزان بتاعت الجمله بتاعتي، رمانة الميزان بتاعت الجمله بتاعتي رقم 2 في الجمله هنسميه يا شباب الفيرب. الفيرب ده حبايبي اللي هو الفعل. طيب رقم 3 في الجملة عندي يا شباب الأوبجكت اللي هو المفعول. يبقى احنا كده حطينا أساس للجملة بتاعتنا، فاعل وبعدين فعل وبعدين مفعول. أي حاجة هتبقى رقم 1 في الجملة هنسميها فاعل. لو أحمد جه في أول الجملة يبقى فاعل، طب لو جه في آخر الجملة يبقى مفعول. يبقى تاني أي حاجة هتبقى رقم 1 في الجملة هنسميها subject اللي هي الفاعل. طب رقم 2 هتبقى الفعل، رقم 3 هتبقى الاوبجكت. يبقى اي حاجه هتيجي قبل الفعل هسميها فاعل، واي حاجه هتيجي بعد الفعل هسميها ايوه مفعول. يبقى اللي قبل الفعل فاعل واللي بعد الفعل هسميه مفعول. تعال نشوف ايه هي الضمائر الشخصيه اللي انت خدتها في بدايه حياتك. تعال نشوف اول ضمير عندنا هو اسمه اي. اي يا حبايبي كلنا حافظينها بمعنى انا. واحد يقول لي يا مستر ما هي سهله اهي. ايوه يا بطل والله هي سهله ما فيش فيها اي حاجه، بس حضرتك محتاج تقعد تحفظها تاني وتراجع معلوماتك. اي دي يا حبايبي بقى لو جت في اول الجمله معناها انا. طيب عندي نحن بالانجليزي يا شباب معناها وي. لما اجي اكون بتكلم على حد بس انا معاهم لازم اكون معاهم يا شباب، لو انا مش معاهم مش هتبقى وي، هتبقى ذي. يبقى قلنا وي معناها نحن. طب ده ضمير معانا النهارده يا حبايبي اسمه يو. يو معناها انت او انت او انتم. وعندي ذي دي معناها انت او انت او انتم، وذي معناها هم. بس خد بالك ان كلمه ذي تتقال على العاقل الجمع وغير العاقل الجمع. يعني قطه اقول عليها ات، طب كاتس قطط هقول عليهم اتس؟ لا طبعا مش هجمعها. انا حبايبي كلمه كاتس هيبقى اسمها ذي، اشيلها واحط مكانها ذي. طيب نيجي لضمائر المفرد الغائب يا حبايبي. كان عندي هي معناها هو، وشي معناها هي،
وات كلنا حافظينها طبعا، هو او هي بس الغير العاقل. يبقى ده يا حبايبي اسمها ضمائر شخصيه بس جايه في حاله فاعل. ضمائر شخصيه في حاله فاعل. لا بالانجليزي يا حبايبي اسمها personal pronouns، اللي هي الضمائر الشخصيه اللي جايه في حاله الفاعل. قلنا في حاله فعل يعني ببدا بيها الجمله. الضمائر دي يا حبايبي قلنا بتحل محل الاسم. لو جيت قلت لك مثلا جمله بتقول احمد traveled to Alex. احمد سافر اسكندريه. عايز اشيل احمد ده واحط مكانه ضمير، هتقول لي يا مستر هي، يبقى انا شلت احمد وحطيت مكانه هي. قمت قايل لك هي went there last week. راح هناك يا مستر الاسبوع اللي فات. يبقى لما اجي ابص على الضمير هي، الضمير هي ده يا حبايبي ده ضمير جاي في حاله فاعل. عرفت منين؟ لانه جاي قبل الفعل. يبقى طالما جاي قبل الفعل يا حبايبي اسميه ضمير شخصي بس في حاله الايه؟ في حاله الفعل. يبقى الضمائر الشخصيه دلوقتي لحد دلوقتي يا شباب جايه قبل الفعل. طب هو الضمير الشخصي ده لو شديته كده، شديته من قفاه كده خليته في اخر الجمله، هيبقى اسمه ضمير شخصي برضه. بس بدل ما هقول ضمير شخص في حاله فاعل هقول عليه ضمير شخص في حاله الايه؟ المفعول. تعال نشوف كده. ادى الضمير اي لو جاي يا شباب بعد الفعل اهو، لو جاي بعد الفعل او ايه كمان، او بعد حرف الجر، يبقى له حالتين، يا اما هيجي بعد فعل يا اما يجي بعد حرف الايه؟ الجر. طيب اي دي هتفضل اي زي ما هي؟ لا، اي لو جت بعد الفعل ما ينفعش تبقى اي. هقولها لك بطريقه سهله. طالما غيرت مكانها يبقى لازم تغير شكلها. طالما غيرت مكانها يبقى لازم تغير شكلها. ادي يا شباب لو جيت قلت لك القلم الاحمر ده وليكن هو الفاعل، والاخضر هو الفعل، والاسود هو المفعول. طب انا قمت شايل ده كده من مكانه، كان اول كلمه في الجمله حطيته في اخر الجمله، غير مكانه صح؟ يبقى لازم يتغير شكله. اظن كده بقت سهله. يبقى الضمير الشخصي لو جاي في حاله فاعل هيبقى I, we, you, they, he, she, it. طب لو ساب مكانه وقام راح في اخر الجمله، القاعده بتقول طالما غير مكانه يبقى لازم يغير شكله. تعال نشوف اي هنا لو غيرت مكانها وجت في اخر الجمله هيبقى شكلها مي. وتعالى فاجئك واقول لك ان كلمه مي دي هيبقى معناها ني. يبقى كلمه مي معناها ني. ما تضحكش، ما تضحكش. كلمه مي معناها ني. كلمه مي معناها ني. اما الضمير اي معناه انا. يبقى ما تنساش طالما غير مكانه يبقى هيغير شكله. هنا كان اي اتحول هنا لايه يا شباب؟ اتحول لمي. تعال اقول لك جمله هناك بعيد كده علشان انت تفهم ايه اللي انا بقوله ده. لو جيت قلت لك جمله بتقول احمد زار. ادي يا حبايبي الجمله هنكتبها هنا. احمد والفعل اسمه زار. تعال نترجم الجمله معايا. ها، هتبقى احمد يزور بالانجليزي يا مستر يعني فيزيت، بس الجمله هنا زمانها ماضي. هتبقى احمد الماضي من فيزيت هيبقى اسمها فيزيتد. تعالى يا بطل بقى وقمت مديك سبيس. وبالله عليك ركز كده وشوف، هل يعقل ان انا اقول، تعالى بس نبعد كلمه زارا دي شويه، وقمت لك احمد زارا، وقمت مديك في الاختيارات احمد فيزيتد اي ولا احمد فيزيتد مي. ترجم كده. انا بقول بالعربي احمد زارا. ها، ترجم. احمد زارا انا ولا احمد زارا
ني. ها، سمعك بتقول له يا مستر ما فيش حاجه اسمها احمد زار انا. هتقول له يا مستر احمد زارني. طب ني يا بطل معناها اي ولا مي؟ ها، مي معناها مي هنا معناها ني ولا اي؟ ها، ترجم. اي قلت لي معناها انا، اما مي معناها ني. فهتقول له يا مستر انا كده رايح لكلمه مي، لان اولا هي جايه بعد الفعل بقى اسمه ضمير مفعول، واتفقنا طالما غير مكانه يبقى هيغير شكله، غير مكانه يبقى هيغير شكله. تعال نشوف الجمله اللي بعدها او الضمير اللي بعده. كان عندي الضمير وي يا شباب، الضمير وي معناها نحن، قلت لك لازم اكون انا واحد فيهم. وي دي يا حبايبي لو جت بعد الفعل، نفس الكلام، بعد الفعل او بعد حرف الجر، بعد الفعل او بعد حرف الجر. لحظه عشان كلمه الجر دي مش عجباني، شكلها مش لطيف كده. طيب وي هنا يا حبايبي هتبقى اس. طب يا مستر هي اس هنا معناها ايه؟ تعالى فاجئك يا بطل واقول لك ان كلمه اس هنا معناها نا. بتضحك عليا انا عارف، شكلك بتضحك، اول مره تسمع الكلام ده طبعا. هتبقى اسمها نا. تعال نروح للواد احمد تاني اهو، قمت قايل لك احمد ونفس الكلام زارا، وهنشوف بيقول لك احمد زارا وهنطلع منها سهمين، احمد زارا نحن ولا احمد زارنا. تعال نترجم. قمت قايل لك احمد والفعل بتاعنا، احنا قلنا طالما غير مكانه يبقى لازم هيغير شكله. احمد فيزيتد. اختار لي يا بطل بقى انت بالله عليك، اقول احمد فيزيتد وي ولا احمد فيزيتد اس؟ ها، انت قلت لي يا مستر كلمه وي معناها نحن، اما كلمه اس معناها نا. طب انا بقول بالعربي احمد زار نحن ولا احمد زارنا؟ ها، رد انت اللي هتقول. قلت لي يا مستر زارنا صح، يبقى لازم اروح لكلمه ايه؟ هروح لكلمه اس. احمد فيزيتد اس. سهله يا شباب طبعا. هاجي للضمير يو. يو يا حبايبي شكلها ما بيتغيرش، هيبقى معناها برضو نفس الكلام، هيبقى معناها يو، بتفضل زي ما هي، ودي شاذة طبعا يا شباب. يو هتفضل زي ما هي. طب يا مستر هي يو دي بقى حضرتك هتترجمها لنا المرة دي ايه؟ تعال اقول لك يا بطل. يو ده اهي هتترجم لكا او كم، يا اما كا حرف الكاف ده اهو، يا اما كلمة كم لو هي كانت جمع. تعال نشوف الجملة بتاعت الواد احمد اللي احنا وجعنا قلبه معانا ده. احمد زارا. تعال نشوف. احمد زارا انت ولا زارك؟ ترجم انت يا بطل واختار بقى. ادي الجمله بتاعتنا احمد، وهنحط الفعل بتاعنا اسمه visited. احمد visited. هنا طبعا ما عنديش غير اختيار واحد، هي هتبقى كلمه يو، لان يو هنا شكلها ما بيتغيرش. احمد زارا كا، احمد زارا كا. هنحط الكاف ده يا شباب يبقى معناها يو. هنيجي يا شباب بعد كده للضمير they. they يا حبايبي شكلها هيبقى them. they هتبقى them. طب معناها ايه؟ زي بالظبط يا شباب، يبقى معناها هم. بالعربي مش هتتغير، اما بالانجليزي شكلها طبعا اتغير، طبعا هتيجي بعد الفعل او بعد حرف الجر. تعال نشوف الجمله بتاعت احمد اللي احنا ثبتناها. عايز اقول احمد زار واحط لها الهم، احمد زار هم. تبقى الجمله بتقول احمد visited
طبعا يا حبايبي ده الفعل، وانا قلت طالما جايه بعد الفعل يبقى شكلها لازم يتغير. احمد visited them، ما ينفعش اقول they، لان يا حبايبي هنا they عايزه تيجي في اول الجمله مكان احمد، اما them ده ضمير مفعول بيجي بعد الفعل، طالما جاي بعد الفعل يبقى اسمه ضمير مفعول شكله بيتغير. طب نيجي للضمير هي يا شباب، هي معناها هو، بتتحول لكلمه اسمها him. تخيل بقى معايا كده كلمة هم معناها ايه؟ تعرف تقولها؟ فكر كده يا بطل. كلمة هم ترجمتها هتلاقيها غريبة جدا، عبارة عن حرف واحد، هو حرف اله. هه بس. تعال نشوف كده. قلت لك أحمد ذا را، وهنخرج من أحمد سهمين اللي احنا اتعودنا عليهم. أقول أحمد زار هو ولا أحمد زاره؟ زار هو ولا زاره؟ سامعك بتقول له مستر زاره، اللي هي اله يا حبايبي. فاقول لك هنا احمد visited، وقمت مخيرك ما بين اتنين، قلت لك احمد visited him ولا visited he. ترجم انت بقى الجمله. قلت لها مستر ما ينفعش اقول احمد زار هو، امال هقول احمد ايه؟ ما ينفعش اقول احمد زار هو، بقول احمد زاره. هو دي يا حبايبي اللي هي كلمه him. تعال للضمير شيء اللي هو معناه هي. شي يا حبايبي بتتحول لهير. طيب هي كلمة هير يا مستر حضرتك هتترجمها لنا لإيه المرة دي؟ ها؟ فكر أنت كده يا بطل وقول معايا. كلمة هير هنحولها لها. هنحولها لها. تعال نشوف الجملة بتاعتنا هناك. أدي أحمد زار، وبقول أحمد زار هي ولا زارها؟ حضرتك بقى شوف بالعربي احنا بنقول ايه. فالجملة بتاعتنا تبقى احمد، وهنقول زارة اللي احنا ثبتناها من الاول. احمد visited، ها هتختار ايه يا بطل؟ احمد visited she ولا احمد visited her؟ انا بقول بالعربي احمد زار هي ولا احمد زارها؟ هتقول لي يا مستر احمد زارها. هنيجي يا حبايبي بقى الغير العاقل اللي هي ات، بتفضل ات زي ما هي. طب معناها ايه؟ يا اما معناها هو يا اما ها، يا اما معناها هو يا اما ها، بس دي لمين يا حبايبي؟ دي الغير العاقل، سواء هو كان مذكر او ايه يا شباب او مؤنث. عايز اقول احمد ضرب الكلب، هقول احمد hit the dog. حضرتك ممكن تشيل كلمة dog ونحط مكانها it. ممكن اشيل dog واحط مكانها it، يبقى معناها احمد ضرب به. الهاه دي يا حبايبي اللي هي عايده على كلمه it بس في حاله المفعول. يبقى في ضميرين اتنين يا حبايبي ما بتغيروش معايا، ايه هما؟ اهو يو فضلت يو زي ما هي، وات برضه فضلت ات زي ما هي. طيب قلنا يا حبايبي ضمائر الفاعل بتيجي في اول الجمله، اما ضمائر المفعول بتيجي في اخر الجمله. يعني ايه في اول الجمله واخر الجمله؟ احنا قلنا الفعل بتاعنا يا حبايبي هنا هو رمانه الميزان. الفعل بتاعنا هو رمانه الميزان، ما قبله فاعل وما بعده مفعول. يبقى انت خليك فاكر ان الضمائر الشخصيه اللي انت حافظها من ساعه ما وعيت على الدنيا ليها مكانين في الانجليزي او ليها صورتين، يا اما ضمائر فاعل يا اما ضمائر مفعول. ضمير الفاعل يعني بيجي قبل الفعل، اما ضمير المفعول يعني بيجي بعد الفعل. I معناها انا، مي معناها ني، وي معناها نحن، us معناها نا، يو معناها انت او انتم او انت او انتن، برضو بتفضل زي ما هي معناها يكا يكم. they معناها هم للعاقل وغير العاقل، them معناها هم، هي معناها هو، هم هتبقى هو. المستر ضرب به، المستر طرد ده، المستر ساع ده. الهه دي يا حبايبي الهواء اللي بيخرج من بقك ده معناه هم. طب المستر ساعدها، هقول مستر عبد العزيز هلبد
she ولا helped her؟ سمعتك بتقول لي ساعد هي ولا ساعدها؟ هتقول لي يا مستر ساعدها تبقى her. يبقى اوعى تنسى ان الضمائر الشخصيه يا اما ضمير فاعل يا اما ضمير مفعول، وطبعا يا حبايبي ممكن تيجي بعد حرف الجر. لو جيت قلت لك جمله بتقول حمزه is sitting، قمت قايل لك next to، كلمة next to معناها بجوار، عايز اقول بجواري تبقى next to me. يبقى حبايبي قلنا ضمير المفعول بيجي اما بعد الفعل يا اما بعد حرف الايه؟ حرف الجر. وبكده يا حبايبي يبقى احنا خلصنا جرامر يونت 3، جرامر يونت 3 راجعناه كله، وباذن الله هنزل لكم فيديو تاني علشان نحل فيه على الوحده الثالثه. يبقى احنا كده فرمنا الوحده الثالثه مع بعض. اي جزئيه انت مش فاهمها عيد الفيديو اكتر من مره، هتلاقي الامور بالنسبه لك سهله. هسيبك تاخد سكرين للبورد واشوفكم على خير يا شباب. سلام.